السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله حلقه الاسئله. سالتكم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، قلت لكم لو عندكم اي اسئله عايزين تسالوها لي، فجالي كام سؤال كده، اخترنا منهم كام سؤال وان شاء الله تطلع حلقه مفيده. فيلا نبدا على طول. اول سؤال جالي من يوسف هشام، بيقول لي تعمل ايه لو عايز تزود المشتركين في القناه عندك في اليوتيوب؟ انا بحبك قوي، شكرا على الجزء الاخير من السؤال. تعمل ايه لو عايز تزود المشتركين في القناه عندك في اليوتيوب؟ طيب بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا بخصوص الموضوع ده. انا بعمل محتوى على اليوتيوب، ممكن انا اتشهرت قوي مثلا في خلال السنه اللي فاتت، بس انا مثلا بقالي على اليوتيوب حوالي 3 او 4 سنين. في فتره ال3 4 سنين دي انا كنت متخيل ان في سر مثلا معين في اليوتيوب انا لسه مش عارفه، او في مثلا حاجه في التاجز، حاجه في العنوان، حاجه في الثامنيل بتاعت الفيديو، وهو الحاجات دي حقيقيه فعلا، ولكن غالبا بيبقى في مشكله اكبر، وده اللي حصل معايا يعني، ان بيبقى في مشكله في المحتوى نفسه. لان الواحد للاسف هو ما بيعرفش يقيم نفسه، فهو ممكن يكون مفكر ان هو بيعمل كل اللي عليه وجايب اخره ودايس بنزين على الاخر، بس لسه يعني ايه، وقته ما جاش او لسه ما وصلش. ولكن ساعات بيكون في مشكله في المحتوى نفسه، لان انا شفت امثله قدامي لناس بدات في وقت قصير نجحت جامد. ممكن انت تقول ان ده مثلا الجوريثم مثلا كان في صفهم، تقول مثلا ان كان في حاجه بيعملوها مثلا في التاجز بيعرفوا ينزلوا في وقت مثالي من اليوم، ولكن الغالبيه بتبقى ان هو بيعمل محتوى ممكن يكون محتوى ممل شويه وهو مش حاسس بده. وللاسف الواحد ما بيعرفش يقيم نفسه، زي الواحد ما بيطبخ طبخه كده هو اللي عاملها فبيكون حاسس ان هي جميله وهي الطبخه مش حلوه. ده حصل معايا لما انا كنت بعمل محتوى على القناه دي. في الاول كنت انا ما بجيبش مشاهدات خالص، بعدين كنت بتكلم مره مع عمرو الشريف، فبقول له عمرو انا القناه ما بتجيبش مشاهدات وبتاع، قال لي يا منى عشان المحتوى وحش. قلت له ايه؟ قلت له يعني ايه؟ مش فاهم، اتصدمت من الاجابه. يعني قلت له ازاي يعني انا بعمل والمحتوى مفيد جدا وعلمي وفي معلومات مفيده جدا وقيمه وشيقه فقال لي تمام، بس هو كمحتوى ما فيهوش فن صناعه المحتوى. وهنا بقى كانت اول مره انا اقف فيها وقفه مع نفسي، ان في حاجه ان انت ممكن تكون شاطر في حاجه ولكن ما عندكش مهاره ان انت ازاي تصنع محتوى. اكيد انت شفت مثلا قبل كده دكتور علامه في مجاله واخد 1000 ماجستير ودكتوراه وعامل شغلانات عاليه جدا، ويجي يعمل فيديو مثلا اليوتيوب تلاقي الفيديو سيء جدا. ليه؟ لان هو بيفترض ان هو بالتبعيه ما دام هو دكتور جامد جدا فهو هيعمل محتوى جامد جدا. انا الموضوع معايا برضو كان بالنسبه لي كمان اكتر، ان انا ايه، انا اصلا بصور فيديوز حلوه للناس، فمتخيل ان انا لما اصور لنفسي فيديو فهعمل فيديو جامد. والحقيقه لا، الموضوع ما كانش كده خالص. يعني هو ان انا اعرف اصور فيديو ده حاجه، وان انا اعرف ان انا اعمل حلقه من اولها لاخرها تتشاف دي حاجه تانية خالص. ساعتها انا رحت جاي فتحت الفيديوهات بتاعتي اللي انا كنت عاملها زمان على منعم استوديو او منعش استوديو دلوقتي، وفتحت قنوات التصوير الناجحه، فتحت فيديوهاتهم وفتحت فيديوهات قنوات التصوير اللي هي ايه، بتعاني، وبدات اقارن. فلقيت فعلا اللي هم مشاهداتهم عاليه، طريقه العرض احلى، في شغل اكتر في الحلقه مش ممله، الحلقه ممكن تكون ربع ساعه نص ساعه ما تزهقش منها، في حين ان ممكن حد تاني يقعد كده ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، النهارده هنتكلم عن الكاميرات، والكاميرات من الحاجات المهمه جدا عشان تصور البتاع في انواع. فاهمين الفكره؟ انا حاسس ان انا طلعت بره السؤال. بيقول لك تعمل ايه لو عايز تزود المشتركين في القناه عندك على اليوتيوب؟ حاول ان انت تشتغل على مهارات صنع المحتوى عندك، وشوف الناس الناجحه في اليوتيوب بتعمل ايه، وحاول ان انت تاخد منهم هنتات كده وتطبق ده في القناه عندك، هيفرق معاك جدا. السؤال اللي بعديه من عبد الله الخولي، لو عايز ابدا في اليوتيوب ايه نصايحك ليا؟ ويا ريت في فيديو لنصايح حلوه ممكن هنكون محتاجينها. بصوا يا جماعه، انا دايما لما حد بيسالني السؤال ده اكتر سؤال انا بتساله. انا لو حد عايز يبدا في اليوتيوب انا عايزه يبدا في اليوتيوب، ابدا، لان انا وغيري مفيش حد هيقدر يقول لك الوصفه السحريه اللي تخليك تنجح. هو الفكره ان انت لما تبدا وتعمل فيديو واثنين وثلاثه واربعه وعشرة وهيكونوا وحشين، بس انت ما عندكش مشكله ان انت تنزلهم علشان انت لسه بتتدرب وبتتمرن، هتبدا انت تفهم اكتر وتعرف المشكله فين، وتبدا بقى ايه، تشوف تحل المشاكل الصغيره اللي بتطلع لك فين. بس ان انت في المطلق كده ازاي ابدا زي ما حد كده مثلا، شوف انت مجال شغلك ايه، مثلا لو انت مثلا بتتفرج عليا مهندس، حد قال لك ازاي ابدا في الهندسه، هتقول له ايه؟ ماشي يعني، خش اتعلم وذاكر وفاهم قصدي، او خش كليه وتخرج وبعد كده هتبقى مهندس. نفس الكلام، ازاي ابدا اليوتيوب؟ ابدا. هي المشكله مش هتبقى ان في حد يقول لك حاجه سحريه تعملها. الناس دايما بتبص على اليوتيوب ان هي عايزه تخش على طول ايه، تنجح وتجيب بقى مليون سبسكرايبر وبتاع في خلال شهر شهرين. ده ما بيحصلش للاسف. يعني خد كده، حط ديدلاين مثلا في خلال مثلا اسبوعين، في خلال شهر هنزل اول فيديو ليا على اليوتيوب، وما تستناش منه اي نتيجه. ما تحطش توقعات ان انت عامل بقى حاجه فظيعه وهتجيب بقى مليون مشاهده، مش هيحصل الكلام ده. اول فيديو هيتفرج عليه واحد او اتنين عادي. استمر وتاكد ان دي مرحله زي اي حاجه في الحياه، انت بتدرب وبتشغال، ومع الوقت ان شاء الله توصل لحاجه كويسه يعني. محمد اتما
العتمة، يعني مش عارف الاسم بالظبط ايه. لو عايز اصور حلقات بس مفيش امكانية غير الموبايل، هل في طريقة لتصوير فيديو يبدو كأنه بروفيشنال بكاميرا الموبايل؟ طب بص، انا مش عايز اقول لكم كلام وخلاص، انا عايز اقول لكم مثال عملي حصل يعني في الدايرة بتاعتي. تمام؟ تعرفوا يحيى اللي بيطلع معايا ساعات في الفيديوهات في قناة منعش، ما شاء الله عليه ديفلوبر شاطر جدا. فكان يحيى بيتكلم معايا ان هو عايز يبدأ يعمل محتوى ويبدأ ان هو يفيد الناس وينشر العلم وكده. كان بيتكلم معايا بيقول لي اجيب كاميرا ايه، فانا قلت له يا يحيى ما تجيبش كاميرا، مع ان هو كان ممكن يجيب كاميرا ساعتها، بس قلت له لا ما تجيبش كاميرا. قال لي ليه ما تجيبش كاميرا؟ قلت له عشان انت لسه بادئ، انت ما تعرفش الدنيا هتمشي معاك ازاي، ما تعرفش انت هتكمل ولا لا، ما تعرفش انت هيبقى عندك وقت ان انت تعمل فيديوهات ولا لا. فاحنا ممكن نعمل بالموبايل شغل جامد جدا، نجيب كده 2 سوفت بوكس كده اللي هم العاديين خالص، اللي هم ارخص حاجه اللي موجودين في اي محل تصوير، ونصور بيهم يعني. فالحمد لله اقتنع وظبط الاضاءه وحط الحاجه وبتاع. والله العظيم يا جماعه انا يعني اول فيديو نزل على القناه عند يحيى انا اهو، وانا المفروض ان انا عندي خبره في التصوير وفي الاضاءه وبتاع، ما صدقتش ان ده كان متصور بالموبايل، مع ان على يدي كل حاجه معموله خطوه بخطوه، ولكن النتيجه النهائيه طلعت جميله جدا. لو انت معاك موبايل انا بقول لك انت ممكن تعمل محتوى كويس جدا، بس ظبط الصوت ظبط الاضاءه وابدا. تمام. ممدوح اسامه تقريبا جاوبنا على السؤال ده اللي فات، ايه المعدات المطلوبه عشان ابدا قناه يوتيوب؟ يا ريت لو تذكر اسعار تقريبيه وانواع. طيب المعدات المطلوبه انا بقول لك هي الكاميرا كفايه جدا، تبدا بكاميرا موبايل لو معكش كاميرا، ومحتاج اضاءه. يعني انا مثلا دلوقتي ايه الاضاءه اللي عندي؟ انا هوريكم. طب عشان في سؤال بعديه تقريبا دينا احمد بتسال، ممكن نعرف الخلفيه اللي وراك ايه والكاونتر اللي بتصور عليه والفيديوهات والديتيلز دي؟ طيب ماشي، عشان بس ساعات هوريكم الموضوع. انا جبت الموبايل اهو عشان نعرف اصور لكم. انا بصور بالكاميرا دي، ودي عدسه 14 مللي، هي دي الاضاءه الاساسيه بتاعتي المين لايت. ده اسمه اوكتا بوكس، بيبقى سداسي كده، بيبقى كبير شويه، وجنبه هنا على طول ريفليكتور معلقه انا هنا كده على العمود ده بمشبك كده، ده اللي هو بينور الوش من الناحيه الثانيه. واللي ورايا دي حيطه عاديه خالص، بس انا دهنها اسود. ودي اختراع بقى اللي فوق دي كده، اضاءه معلقه في السقف كده، اسمه ستريب بوكس، ده اللي هو منور شعري هنا من فوق يعني. بس كبدايه يعني كاي حد بيبدا ممكن يبدا بواحد بس، مفيش مشكله والله، والفيديو هيطلع جميل. واحد من هنا، وممكن واحد من هنا، او الافضل واحد يبقى جاي من من ورا كده بزاويه 45، يبقى بره الكادر بتاع الكاميرا. الاسعار انا من زمان صراحه ما بصيتش، بس اعتقد ان مثلا الاضاءات اللي هما الاثنين اللي هما السوفت بوكس ال 60 في 90 بالستاند بتاعهم بالاضاءه اللي هو الدويل اللي بيركب فيها لمبات الليد دي، اعتقد ممكن تلاقوه في حدود ال1000 جنيه او ال1000 ونص. وطبعا لو ما فيش امكانيه خشوا بقى على النت، في طرق بالهبل دي اي واي اللي هو اصنعها بنفسك، ان انت تعمل سوفت بوكس في البيت من كراتين شيبسي او كراتين اي حاجه، وتحط عليها من جوه فويل وتعملها كده بشكل معين بحيث تبقى شكل بوكس، تحط فيها لمبه. انتوا بس سيرشوا على النت، خدوا القرار بس انتوا هتبداوا، وشوفوا ايه المشاكل اللي مواجهاكم. خشوا سيرشوا على النت سواء عندي على القناه او اي قنوات تانية، وهتلاقوا الموضوع ان شاء الله بقى لطيف جدا يعني. او بالنسبه للترابيزه دي ترابيزه من ايكيا، ده كده شكلها يعني، شايفين الدنيا مبهدله ازاي. السؤال اللي بعده من بيكتشر ارت، بيقول لي شو هي المشاكل اللي مرت عليك مع العميل، وكيف كانت اول مره تعمل شغل بفلوس؟ شكرا. طيب خلينا نرد بالعكس. ايه اول مره عملت فيها شغل بفلوس؟ هي كانت بعد ما انا عملت كذا مره شغل ببلاش. عشان خاطر حد يدفع لك فلوس لازم يكون شاف ليك سابقه اعمال في نفس المجال، علشان خاطر يهاير يو او يجيبك علشان تعمل له نفس الشغل. والموضوع على فكره مهم جدا لو انت مثلا عايز تصور لمطعم، ان انت يكون عندك بورتفوليو اكل، فود فوتوغرافي. ما ينفعش مثلا يبقى انت صورك كلها مناظر طبيعيه واشخاص وافراح، وتيجي مثلا لصاحب مطعم تقول له ده الشغل بتاعي هو اتفرج. مش هينفع. لازم، انا كنت مفكر كده زمان وكانت غلطه يعني، لا هو لازم تكون انت عامل حاجه من روح نفس الحد اللي انت هتصوره. ده الموضوع بيوصل ان انت اصلا يعني حتى لو هتروح محل برجر تصور عنده، هيقول لك وريني صور البرجر اللي انت صورتها قبل كده. يعني اي مجال دخلته خدت فيه فلوس كنت بعمل الاول بيرسونال بروجكتس، بعمل الحاجه بشكل كامل عندي في البيت وبصورها، او اشتري منتج بفلوسي انا الشخصيه واصوره واعمل عليه سيشن علشان خاطر اعمل بورتفوليو. بعد كده دخلت في مرحله ان انا اروح لحد هو عنده اصلا مثلا براند او حاجه، واقول له بعرض عليه خدماتي، وبقول له احنا هنعمل مع بعض تجربه، والله لو عجبتك ممكن نشتغل مع بعض. بتبقى طريقه شيك شويه ان انت تقول له هعمل لك شغل ببلاش يعني، عشان الناس ما بتحترمش ان انت تقول له هعمل لك حاجه ببلاش، فبتقول له احنا هنعمل مع بعض تعاون، ممكن اعمل لك شغل كويس جدا يحسن لك المطعم عندك ويحسن لك المبيعات وبتاع، وانت تستفيد بيها وانا اخدها برضو اشتغل بيها وكده يعني. المشاكل بقى اللي مرت عليا مع العميل هي ان انت
فكرتني بايام اكبر مشكله كانت بتواجهني كحد واخد التصوير مش كسبوبه، واخده كحاجه فنيه وبحترمها وليا رؤيه فنيه وابداعيه. ان انت بتروح لعميل مش فاهم حاجه خالص في الحته دي، هو بالنسبه له التصوير دي احد المهمات اللي عنده، احد الحاجات اللي بتتحط في خانه المصاريف. ان انا ايه، هجيب مثلا هدفع فاتوره كهرباء كذا، فاتوره ميه كذا، واجره مصور كذا. فانت تقعد بقى ايه، تقول له بقى هنعمل كذا ونعمل سيشن احترافيه وما اعرفش ايه وبتاع، لا يقول لك يا عم انا البادجت بتاعتي كلها 30 40 جنيه يعني. فاللي هو انت بتتكلم في ايه؟ فهي دي المشكله فعلا. يعني لما انا دخلت في بيزنس التصوير اكتشفت ان في مهارات للاسف مهمه جدا، وساعات بتكون اهم كمان من مهاره التصوير عشان تعرف تشتغل، وهي مهاره مثلا الاقناع، مهارات مثلا البيع، مهارات التفاوض، الحاجات دي. يعني عارفين الحاجات الحلوه اللي احنا بنسمع عنها دي في الفيديوهات دي وبنطنشها، هي دي الحاجات اللي فعلا ممكن تخلي واحد مستواه مثلا ربع مستواك في التصوير، ولكن هتلاقيه وصل وعمل شغل جامد واشتغل مع ناس كتير عشان بس هو ايه، بيعرف يسلك حاله. ومشكله طبعا العميل بقى اللي هو مش واثق من نفسه او مش عارف هو عايز ايه، ويبدا ان هو يعمل لك تعديلات كتير. فده لازم يكون واضح من الاول، لازم تكون انت مش سهل كده اللي هو اي حاجه يقول لك عليها تقول له حاضر حاضر، لا لازم تعرفه ان دلوقتي احنا شغالين خلاص، احنا متفقين هنبدا، انا هجيب عده، حتى لو الكاميرا بتاعتك حسسه ان هي ان انا هجيب الكاميرا، انا هجيب المعدات، حسسه ان كل حاجه كل خطوه مش سهله، كل خطوه بفلوس. حتى لو الكاميرا بتاعتك انت المفروض اصلا من ضمن المصاريف بتاعتك مصاريف كأن ايجار الكاميرا اللي انت جايبها دي، او اللي اسمها الاستهلاك او الهدر او الحاجه كده، يعني اللي هو الكاميرا دي بتبوظ. فما ينفعش اللي هو ايه، انا جايب كاميرا، جبت الكاميرا رحت للعميل وعملت له شغل عالي مستنيه يقدرني، ولا هيقدرك ولا بتاع. لو انت ما قدرتش نفسك وعرفت ان انت تبقى كده تحسسه، تعرفه قيمه اللي انت بتعمله ده، هو مش هيحس بقيمه ابدا اللي انت بتعمله. بس ودي كانت نهايه الحلقه النهارده، ان شاء الله كانت حلقه مفيده. واكتبوا لي في الكومنتس اي اسئله عندكم. القناه دي بحاول ان انا ادردش فيها معاكم، حاسس ان في حاجات مش موجوده في قنوات تانية، غير التكنيكاليتيز، غير مثلا احسن كاميرا، غير ازاي تعمل كذا كذا بالفوتوشوب. لا انا بحاول ان انا يعني شويه حاجات كده فيها تريكات صغيره كده ممكن ما تسمعوهاش في حته تانية، فانا بحاول اركز عليها اكتر من التكنيكاليتيز. ويا ريت انتوا بس ما تبقوش واقفين على القناه بتاعت شخص واحد عشان انتوا مثلا بتحبوه، فما تخشوش تدوروا على الحاجه اللي واقفه معاكم، لا خشوا دوروا في المحتوى العربي. ولو انت ما عندكش حاجز اللغه خش برضه على المحتوى الاجنبي، هتلاقي شغل جامد جدا هناك يعني. بس كده، شكرا جدا ليكم، اشوفكم في فيديو جاي.